صباح الفل. كاس العالم للحلواني، كل الدول اللي وراها دي بتتنافس النهارده اليوم الاول في كاس العالم للحلواني في ليون في فرنسا. معانا مصر، معانا فريق اليابان، معانا فريق انجلترا، معانا فريق روسيا، معانا فريق ايطاليا، فرنسا طبعا، وكل الدول كل الدول اللي وراها ديت، كل المنافسات ديت. ان شاء الله هيبقى في تفاصيل كتيره جدا، وهيبقى في تقارير قويه جدا ومميزه وحصريه باذن الله هتتعمل. تابعوني. صباح الفل. Abdul Razak. Okay. And Mustafa Helmi. Mustafa Helmi. Okay. And Sedun Ali. Sedun Ali. Okay.
بطولة كأس العالم للحلواني 2021 للحلواني والشوكولاتة بمدينة ليون بفرنسا بتقام في أكبر معارض متخصصة بمستلزمات المطاعم ومحلات الحلواني، معرض سييرا الدولي بمدينة ليون بفرنسا. قارات العالم بتتنافس على اللقب، وبتقدم كل قارة دولتين أو 3 دول للتنافس، بيشكلوا فريق وبيقدموا شغلهم. وكان من الدول المنافسة اليابان وروسيا والبرازيل والصين وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا ومصر طبعا ودول تانية كتير، وبحضور لجنة تحكيم من أكبر طهاة العالم متخصصين في الحلواني. بيتم التحكيم اللي ليه شروط كتير جدا، منها مثلا الإبداع والتيست والبرزنتيشن وتناغم الفريق وهم شغالين مع بعض جوه البوكس بتاعهم. شروط كتير جدا بتقام على كل فريق. طبعا كل دول مشاركة بيكون وراها جهات كتير للرعاية، لأن الموضوع مكلف جدا، خامات ونقل وتدريب وأمور تانية كتير. الفريق المصري اللي مكون من الشيف أحمد سيدهم والشيف مصطفى عبده والشيف عبد الرازق الباز ورئيس الفريق الشيف أحمد عبد السلام، كان ليهم حكاية جميلة جدا بالبطولة. أولا لأول مرة مشاركة شباب من كل أنحاء مصر، الأقصر الغردقة الجيزة، وفي منهم بيشارك لأول مرة في البطولة. بس الأجمل إن كل تكاليف البطولة كانت على حسابهم الخاص بدون أي دعم من أي جهة. ولما سألتهم كان ردهم كفاية علينا رفع علم مصر ونمثل بلدنا وسط كل البلاد الكبيرة دي، وفي معرض وبطولة زي دي بينقلها العالم كله عن طريق مراسلين وصحفيين من كل دولة حاضرة للتغطية الإعلامية الضخمة اللي بتعملها فرنسا، لدرجة إن رئيس فرنسا بنفسه بيحضر الختام للبطولة، وده تشجيع منه ومن الدولة الفرنسية طبعا للقطاع الطهوي بشكل عام. طريق طويل وصعب قطعوا الفريق المصري اللي شرفنا بالبطولة وقدموا شغل متميز جدا رغم ضعف الإمكانيات عندهم. نتمنى يجي الوقت اللي نشوف اهتمام كبير في مصر للمشاركة في البطولات العالمية خارج مصر المتخصصة بالقطاع الطهوي في المعارض الكبيرة اللي زي دي. وكمان عملنا لقاءات مميزة جدا في البطولة، هنشوف تفاصيلها وهنشوف تفاصيل الدول، وفعلا حدث كبير جدا. وألف شكر وألف تحية لفريق مصر الرجالة اللي رفعوا اسم بلدهم وشرفونا وسط المحفل الكبير والبطولة الكبيرة دي. أحمد ملناش غيرك يا رب. شوف سيدهم إلى مصر إن شاء الله. شوف مصطفى إلى مصر إن شاء الله. ربنا معانا إن شاء الله. شوف عبد الرازق. ربنا كرمنا التاسع بإذن الله، وكده يبقى فضل وعدل. إيه رأيك في التنظيم النهاردة؟ حاجة في منتهى الجمال، وده اللي متوقع من كأس العالم الحلواني. دايما منظمين بيخلي بالهم من الهايجين والسانيتيشن وكل حاجة تخص الشيفات كخامة جميلة وكترتيب وكتنظيم، كل حاجة زي ما تمام. تقول ايه المغرب؟ اقول المغرب احنا مفتقدينكم جدا، الحاضر الغائب دائما فريق المغرب العربي، السبب ان كل الدول الافريقيه توصل لكاس العالم. ده حدث عظيم طبعا ان احنا بنشارك فيه في مصر في كاس العالم الحلواني، ودي خبرات كتير جدا بننقلها ان شاء الله لمصر. الشباب بقى، شوف مصطفى. أنا سعيد اللي برفع علم بلدي في دولة زي دولة فرنسا، وده أول حاجة يعني أشارك فيها، أشارك وأرفع اسم بلدي، فأنا فخور. وطبعا هيضيف لي كتير كإكسبيرينس وخبرة إن إحنا ننقلها لبلدنا، فدي حاجة كويسة، فإحنا فخورين جدا بكده يعني. توفيق إن شاء الله. شكرا. شوف عبد الرازق. طبعا انا سعيد جدا ان انا موجود في مكان زي ده في كاس العالم الحلواني، وده اول مره في حياتي ان انا اشارك فيها، وده توفيق من ربنا طبعا وموجود الشيفات ودعاء الوالدين طبعا، والشيف احمد طبعا ما شاء الله هو اللي كان بيدعمنا كتير ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. وطبعا احنا كلنا تيم واحد وايد واحده ان شاء الله، وربنا كريم، وان شاء الله مركز كويس ان شاء الله، يعني ما حصلش قبل كده ان شاء الله يعني. تمام. عايزين نشكر استاذ مدحت عاكف اللي هو سافر على حسابه وجه عشان خاطر يقف جنب الفريق المصري، ولو حتى بصورة ولو حتى بقلبه، فده احنا كلنا وبالنيابة عن الفريق احنا بنشكرك جدا يا استاذ مدحت. توفيق يا رجال ان شاء الله، توفيق وموفقين باذن الله.